المايك شغال. اتوقع ان هو شغال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد ان شاء الله، والنهارده هنحاول نوثق ازاي هل ممكن تبقى فورمه بدون مكملات ولا لا اللي اتفقنا عليه في اخر فيديو، لما قلت ان انا هحدد لنفسي 4 شهور. في ال4 شهور دول لو ما وصلتش للجسم اللي انا عايزه، انا معايا 3 شهور فكر اخد كرياتين ومكملات كده ولا لا. ف 3 شهور همشي عليهم باكل طبيعي، وفي ال3 شهور ده احط هدف او كتله معينه. الصراحه لو ما وصلتلوش بفكر اخد الحاجات دي. تمام. فاحتمال اخد مكملات زي الكرياتين وما الى ذلك، ولكن الاول هدعك نفسي 4 شهور، احاول التزم فيهم بنظام غذائي معين لحد ما اوصل لاحلى حاجه. ولكن اول حاجه لما جيت احاول التزم بالنظام الغذائي ده، وجيت ان انا اعمل نظام غذائي، اصلا لقيت ان احنا ما بنعملوش صح. فحاولت ابحث وادور واتعلم ازاي فعلا تقدر تعمل نظام غذائي كامل متكامل بنفسك. وطبعا لما جيت تبحث وكده، اول حاجه كنا بنبحث عليها اليوتيوب، كنا بنروح نبحث على التيك توك والحاجات دي، ولكن معلومات مشتته، الواحد مش عارف يوصل لمعلومه كامله على بعضها، فلان بيقول كلام التاني بيقول عكسه. فبدات فعلا احاول افهم ازاي تعمل نظام غذائي معين. فلقيت كورس على كورسيرا، تمام، من جامعه ستانفورد في امريكا، او مش عارف هي فين، المهم جامعه ستانفورد، هنبقى نبحث في الموضوع. عامله كورس نيوتريشن جامد جدا. بس يعني هو مش كورس نيوتريشن لواحد بتاع جيم، الواحد عايز يعرف ازاي يضخم وازاي ينشف، بس هيفهمك الاكل بيعمل ايه وايه يعني من الاخر الكورس ده هيكرهك في حاجه اسمها اكل مطاعم او اكل كارب. ان الوليه ديت بقالها يومين بتسف في النظام الغربي وايه اللي بيحصل، وان هم اللي قدموا لنا الحاجات دي، وان الاكل ده بيقتل وبيموت، وتجيب لي عيالها وهي بتوكلهم اكل صحي. فانا خلاص كرهت حاجه اسمها اكل ديرتي زي ما بيقولوا. تمام. فحاليا دي هتعلمنا التغذيه، هتعلمنا عن ايه اكل، هتفهمنا ازاي ناكل، وهتتكلم شويه عن الطبخ في الاخر. يعني ما فيش اي مشكله من الموضوع، ولكن هي مش هتعلمك ازاي تعمل نظام جيم. وعشان كده رحت دورت على قنوات كتير، ولقيت قناه واحد كده احتمال ما تكونش احسن حاجه. تمام، اللي هو اخينا ده. تمام، اخينا ده معاه بلاي ليست عامل فيها كل اللي هو عارفه عن التغذيه، سمعت منها شويه حاجات، لقيت شرح فيها كويس نوعا ما، اللي هو جيمي مش عارف ريسا حاجه زي كده. تمام، مفيش اي مشكله، هنجربه، هنسمع فيديوهات تانية كتير. تمام. بس انا مش هستنى لما اتعلم الكلام ده، انا هبدا امشي على النظام اللي انا كنت بعمله ايام زمان، ونبدا نطبق الحاجات اللي احنا بنتعلمها اول باول على النظام الجديد. احنا كنا بنعمل انا كنت بعمل نظام زمان، ايام زمان ازاي؟ كنت بكل بساطه بحسب البي ام ار والتي دي اي، واحسب السعرات والبروتين والحاجات دي. لو انت ما تعرفهمش فخليني اقولهم لك في 5 دقائق، لان ده مش فيديو شرح، ده فيديو توثيق للرحله بتاعتي قبل ما اخد مكملات، وفيديو توثيق للرحله قبل وبعد. ولو مستغرب من صوتي فهو من الزعيق على ماتش المنتخب امبارح. تمام. اول حاجه انت بتحسب احتياجك من البروتين، وده بالنسبه لمعدل النشاط اللي انا بعمله، لان انا اليومين دول بشتغل وبتحرك وبمشي كتير فعلا. فانا ضربت 1.6 في وزن جسمي. وزن جسمي دلوقتي 75 و450، ف 1.6 في الوزن ده طلع لي تقريبا 121 جرام بروتين. كل جرام بروتين فيه 4 سعرات، فهتضربها في وزن جسمك هتطلع لك سعرات من البروتين بس 482 سعره و121 جرام بروتين، هتركنهم على جنب. بعد كده هتحسب حاجه اسمها حساب البي ام ار. البي ام ار ده هو اللي انت بتحرقه في يومك من غير ما تتحرك وانت قاعد كده، عشان بس تقوم بالوظائف الحيويه الاساسيه، اللي هي ان انت تفضل عايش. وصلت معاك؟ تمام. دي معادلة طويلة كده، 10 في الوزن زائد 6 وربع في الطول ناقص 5 في العمر زائد 5. بالنسبة للطول أنا 187، بالنسبة لوزني فأنا 75 و450 زي ما أنا قلت، بالنسبة للعمر فأنا لسه 19، هكمل 20 السنة الجاية في شهر 8 الجاي. هتحسب كل ده هتطلع السعرات بتاعتك 1834. بس دي لو انت قاعد مكانك مش بتتحرك، دي سعراتك لو انت بتعمل الوظائف الاساسيه بس. فانت هتحسب حاجه اسمها التي دي اي، والتي دي اي ده هو معدل الحرق بتاعك اللي انت بتحرقه في اليوم، اللي هو بقى على حسب نشاطك برضه. وطبعا انا عمال افرك واتحرك زي ما انا قلت لك، فهضرب 1.6 بتاعي في عدد السعرات. لو انت مثلا نشاطك قليل قوي خليه 1.2 لو انت ما بتتحركش ولا بتشتغل ولا بتعمل اي حاجه. لو انت نشاطك عالي زيه وبتفرك وبتروح جيم وبتتمرن وبتشتغل، ف 1.6 في عدد سعراتك. هتطلع لي سعراتي 2933، وده شويه صراحه، فانا هزودها شويه هخليها 3300 سعر عشان احنا بنضخم. تمام. يبقى احنا عندنا البروتين 121 و480 جرام و482 سعره، والتي دي اي 3300 سعره. يبقى احنا عايزين نحسب الدهون والكرب. ولو ما تعرفش
فالدهون مهمه جدا وانت بتضخم، وبالذات الدهون الصحيه اللي هنستخدم منها مصادر زي الزيتون والسوداني. تمام. بالنسبه للدهون بتحسبها ازاي؟ بتمسك عدد سعراتك تضربه في ربع. السعرات اللي انت حسبتها اللي جايه من التي دي اي، مش السعرات اللي انت حطيتها البلك. السعرات اللي انت حسبتها من التي دي اي كانت 2933، هتضربها في ربع هيطلع لك 733 سعره دهون. هتقسمهم على 9 لان كل جرام دهون فيه 9 سعرات، هيديك بالظبط كام جرام دهون؟ 80 جرام دهون من السوداني ومن الزيتون. تمام. بعد كده بالنسبه للكارب بيبقى بتحسبهم معادله كده، بتبقى عباره عن اجمالي عدد السعرات ناقص البروتين زائد الدهون. تمام. هيساوي عدد السعرات الاجمالي اللي انت طلعته اللي هو 2933 ناقص 482 اللي هي سعرات الدهون، سعرات البروتين، زائد 733 اللي هي سعرات الدهون. هتطلع لك بالظبط 1718 سعرة للكرب. هتقسمها على الأربعة لأن كل جرام كرب فيه 4 سعرات، هيطلع لك 429 جرام كرب. تمام. يبقى أنت كده طلع لك 80 جرام دهون و121 جرام بروتين و429 جرام كرب. الخطوه اللي بعد كده ان انت تقسم دول على وجبات وتحدد البروتين الحيواني اللي انت هتدخله منهم قد ايه. انا بالنسبه لي انا بما ان انا بشتغل اقدر ابزخ شويه على النظام الغذائي، فتقريبا هدخل 150 جرام صدور فراخ و150 جرام وراك كل يوم. تمام. بالنسبه للبيض ممكن اوصل ل5 بيضات، واللبن هوصل زي 200 جرام بروتين كل يوم، 200 جرام لبن كل يوم. يبقى كده البروتين اللي هيدخل لي تقريبا من المصادر الحيوانيه هيبقى تقريبا 121 جرام بروتين. تمام. بعد كده اول حاجه اتعلمتها في الكورس اللي انا دخلته اللي هو اللي من جامعه ستانفورد ده، ان البروتين النباتي بيبقى مش بيستخدم لبناء العضلات لان هو بيبقى ناقصه احماض امينيه حاجه زي كده. انا لسه ما حفظتهاش لان انا لسه بادئ الكورس النهارده. المهم بيبقى ناقصه حمض اميني تقريبا السيستينين، وده بيبقى اهم حمض اميني لبناء العضلات. فانت هتحاول تدخل كل مصادر البروتين الحيواني يكون معاها بروتين نباتي عشان النقص اللي في الحمض اللي في البروتين النباتي ده يكمل من البروتين الحيواني. يعني مش هتاكل سوداني لوحده ومش هتاكل اي حاجه من دي لوحدها. تمام. هنحاول نحشوهم مع بعض. فهخش لشات جي بي تي واروح قايل له انا عايز اعمل نظام غذائي 121 جرام بروتين و429 جرام كارب و80 جرام دهون، والسعرات بتاعتي عايز اخليها 3300 سعره، وعايز اللي جاي من البروتين الحيواني كذا. انا قلت له الفراخ بتاعتي وقلت له البيض اللي انا اقدر اجيبه في اليوم. تمام. وبعد ما تقول له كده هتقول له وزعهم لي على 4 وجبات. هو هيوزعهم لك بمزاجه. اول حاجه هتلاقيه حاطط لك في الفطار دايما بيحط الشوفان في الفطار. هتقول له لا احنا مش عايزين كارب ياما وانت لسه صاحي، عشان الكارب الكتير وانت لسه صاحي بيرفع معدل الانسولين في الدم، ده بيؤدي لخمول باقي اليوم. فحاول تخلي الفطار اغلبه بروتين بس. انا هخليه بيض، خليه 3 بيضات و200 جرام توست وعليهم كوبايه لبن او 200 جرام بيض. كوبايه لبن اللي هي 200 جرام لبن، يبقى 3 بيضات و200 جرام توست وكوبايه لبن اللي هي بتبقى تقريبا 200 جرام. ده فطار كويس جدا مش بيسبب لي اي خمول، وفي نفس الوقت فريش زي ما بيقولوا. بعد كده بقى بالنسبه لباقي الوجبات في اليوم 4 وجبات هتوزعهم بقى على حسب ظروفك. هو هيعمل لك 4 وجبات، هتلاقيه مثلا مزود لك الشعريه في وجبه بدل الوجبه الثانيه، هتلاقي الكميه دي كبيره جدا بشكل غبي، هتقول له وزعهم على الوجبتين. تمام. انا بقى بالنسبه للمصادر اللي انا هستخدمها هستخدم بيض، شوفان، توست، لبن كامل الدسم، صدور فراخ، وراك، لان انا مؤمن ان انا هحتاج كميه الدهون اللي في الوراك ديت لان انا بنبلك، فمش هخليها كلها صدور على الفاضي اغلى عليا، هوفى شويه. بالنسبه للمصدر الكارب الاساسي اللي هو الرز هستبدله بالشعريه لان بقالي سنتين باكل رز فانا مليت، فانا هجيب شعريه صح، وموز وقهوه قبل التمرين، ويمكن تمر من حين الى اخر ولكن ده مش حاجه ثابته. تمام. بعد كده حطيت له البتاع وحطهم لي في 4 وجبات. بعد كده قلت له اعملهم لي في صوره كمان، عملهم لي في صوره، احط لك كل ده في المونتاج. يبقى انا كده معايا ال4 وجبات مع النظام بتاعي. دي الطريقه اللي انا كنت بحسب بيها نظامي قبل كده. دلوقتي انا عايز اوريك الاكل اللي احنا هنجيبه. اول حاجه بالنسبه للشعريه هنجيب شعريه من حد انت تعرفه تكون حاجه نظيفه. هنجيب شعريه الملكه انضف نوع تقريبا. هنجيب شكاره على بعضها، مش هنقعد نجيب كيلو في كيلو لان دي غاليه اغلى. فاحنا عايزين نوصل لاحلى فورمه باقل تكلفه ممكنه، لان اليومين دول بقى فيه اشاعه انت لازم تاكل 500 جرام في اليوم، نص كيلو لحمه، فلا مش كده، هنثبت عكس كده ان شاء الله. فاحنا دلوقتي هننزل نجيب اول حاجه شكاره شعريه. شكاره دي هتقعد معانا سنه تقريبا، هي الشجره بتبقى 25 كيلو، فهننزل نجيبها دلوقتي ونوريها لكم. وفي نفس الوقت هنجيب معاها الشوفان وهنجيب معاها السوداني من المحمصه. هنجيب الحاجات ديت لانها كلها جنب بعضها كده في مكان واحد، وبعد كده نيجي ونروح الشغل وهنكمل بقى الحاجات في الفيديو بكره ان شاء الله. بس ننزل نجيب الحاجات وبعد كده نقفل الفيديو.
تمام، نزلنا جبنا الشوفان والسوداني بس وباقي الحاجات. بالنسبه لشكاية الشقيه وصيت الراجل عليها عشان لسه ما جاتش، هتيجي بكره ان شاء الله. وكده معانا اول سالب ماينس 160 كيلو الشوفان ب60 ونص كيلو السوداني بعامل 100. ولو ما سألت هتسأل انا جايب كيلو بس ليه نص كيلو بس ما جبتش الكيلو على بعضه، لان بكل بساطه الكيلو بيغيب. انت هتاكل 50 جرام تقريبا في اليوم، فانت هتجيبه احتمال ان هو بيطرى او بيبقى بيبوظ في الاخر وبتاع، فانت جيب نص كيلو بنص كيلو احسن من لما تجيب كيلو على بعض. تمام، قعدنا بعدها بيومين تقريبا بعد ما بيتنا جبنا كل الحالات وبتاع. فايه طبعا دي طلعت 10 كيلو بس، وما تعرفش الراجل ضحك عليا قد ايه وانا بقول له مش 25 كيلو، وقال لي انت هتقعد 5 سنين. بعد كده ادي الشوفان وادي السوداني وادي الفراخ والبيت في التلاجة. وكده تقريبا اجمالي الزتونة كلها دخلت على 1000 جنيه. الحاجة الوحيدة اللي انا ما جبتهاش في النظام اللي انا كنت بعملها في الاول اللي هي الزيتون، شفت ان انا مش محتاج كل الفاتس دي دلوقتي، فيمكن اكتفي بالسوداني بس دلوقتي، ويمكن لما البلقايه تشد قدام شويه نبدا نجيب زيتون. واصعب مشكله دايما بتواجهني لما اجي اضخم او اقول لك ان انا جسمي بيستقبل الاكل بصعوبه، فباخد وقت على ما اتعود على كميه الوجبات دي وبحس بطني مليانه. بعد كده ببدا اعمل عادي، بلس ان انا مفيش كارديو كتير بسبب الشغل، يا دوبك بروح الحق التمرين اصلا. المهم انا هحضر الوجبتين اللي عندي في الشغل دلوقتي، وبعد كده هيبقى في فلوجات يوميه بقى للاكل. ولا بلاش دي النهارده، مش هعملها النهارده، انا عيل بيض ان شاء الله. من بعد كده هيبقى في فلوجات يوميه للاكل وفي نفس الوقت للتمرين مع بعض واليوم كله وبتاع. اما دلوقتي نكتفي بالفيديو ونقول ايه شرحنا فيه البي ام ار والتي دي اي وازاي تحسب سعراتك والحاجات القديمه اللي انا كنت بعملها قبل كده. هل في تريكات بقى هتعلمها من الكورس اللي انا واخده ده او من فيديوهات اليوتيوب او اي حاجه من دي وهضيفها على الكلام ده جاي ان شاء الله، الله اعلم. يلا السلام عليكم.